فاحنا في فاحنا في الدوره هنشرح منشأ كامل، مش هنشرح بقى مسائل منفصله. هنشرح الاول مبنى على قواعد منفصله، بس المبنى كله يطلع قواعد منفصله كل قاعده لوحدها. وهنشرح تاني مبنى على قواعد منفصله ومشتركه وشدادات. الشدادات هتدخل معايا في المبنى في حاله وجود جار، يبقى نشرح في حاله المبنى موجود فيه جار، وبالتالي ايوه هيدخل صح. معانا الشدادات. حد بيسأل؟ مهندس عبد العزيز. طيب، هنشرح نوع قلنا مبنى على قواعد منفصله بس، والنوع الثاني فيه جميع الاساسات اللي هي السطحيه اللي هي قاعده مشتركه ومنفصله وشريطيه وشداد. ده كده مبنى الثاني. ده امتى هنقول ان في جار؟ ممكن يبقى جار او اتنين جار او ثلاثه. هنشرح الثلاث انواع. لو في جار واحد هنحل ازاي، لو في جارين، لو في ثلاث جيران. تمام، ده كده المبنى الثاني. المبنى الثالث على لبش. يبقى عندي مشروع كان عندي مشروع كامل يكون ايه على لبش. ده كده الانواع الشهيره بالنسبه للناس. في نوع مختلف ان انا ممكن اعمل المبنى على قواعد شريطيه بس، ودي حتى في الشغل البلدي بيكون موجود. تمام، اللي هو بدون تصميم، بدون ما يجيب مهندس، تلقائي كده بيشتغل ايه على قواعد شريطيه. فده نوع ما بين نوع وسطي ما بين القواعد المنفصله او القواعد اللي هي طبعا كلمه قاعده منفصله ما بتشملش قاعده منفصله بس، قاعده منفصله وكومبايند اللي هي المشتركه والشدادات. ففي نوع ما بينهم وما بين الايه اللبش. تمام، اللي هي القواعد الشريطيه. كده ده المشروع رقم كام؟ رقم أربعة. يبقى أول مشروع قواعد منفصلة، تاني مشروع قواعد منفصلة مع شدادات مع كومبايند. تمام، تالت مشروع على لبشة، رابع مشروع على قواعد شرطية. تمام، الخامس مشروع برضو في الأساسات السطحية، إن القواعد الشرطية دي ممكن تكون بكمرات. ففي حاجة اسمها قواعد شرطية كمرية. تمام، يبقى ده مشروع منفصل. تمام، سادس مشروع معايا ان الاساسات تكون لبشه كمريه. تمام، طبعا المبنى باخد منه نوع من اللي انا بتكلم فيه ده كده. يبقى انا كده عندي ست اشكال للاساسات السطحيه. تمام، كاني بقول لك ست مباني باساسات منفصله. يبقى ممكن قواعد منفصله بجيران. عندي بعد كده ستريب اللي هي شريطيه، بعد كده لبشه، بعد كده عندي شريطيه كمريه اللي هي ستريب وسبيم، عندي لبشه كمريه اللي هي رفت وسبيم. طبعا الرفت وسبيم اللي هي اللبشه الكاميريه والستريب وسبيم او الستريب بصفه عامه مش شهير بره، يعني ايه، ممكن عن جهل عن قله استخدام، مش ايه، نوع مش مستخدم، وده نوع مهم جدا. تمام، يبقى كده عندي ست انواع اساسات بالنسبه للاساسات السطحيه. تمام، لو ما نفعتش معانا الاساسات السطحيه ممكن تقرير الجسات يقول لي ان المبنى ده على بايلز خوازيق. ففي نوعين بصفه عامه، ان المبنى ده يكون على لبشه على خوازيق او قواعد منفصله على خوازيق. تمام، اللي هي رافت اوفر بايل، رافت اوفر بايل، وبايل كاب اللي هي قواعد منفصله على خوازيق. وكلمه قواعد منفصله زي ما قلنا بتحتوي على قاعده منفصله او مشتركه او شرطيه او شداد. تمام، اللي هي ايزوليتد وكومبايند وستراب. تمام، طبعا احنا هنجيب مشاريع، كل مشروع هنخلصه. تمام، وهنتكلم عن سبب استخدام كل نوع، لان بعد كده تاريخ جسات ما بيقولكش النوع اصلا. تاريخ جسات بيقوم فاصل لك يقول لك ايه، يتم استخدام اساسات سطحيه. تمام، قواعد مشتركه او منفصله او شريطيه او لبشه، ويسيبك بقى انت كمهندس انت اللي تختار النوع المناسب. تمام، او تقرير جسات يقول لك ان الاساسات بتاعتي بايل كاب. تمام، اللي هي ايه، هامات خوازيق او لبش، يقوم قايل لك النوعين مع بعض ويسيبك انت اللي تختار. فطبعا هنتكلم الاول على امتى اختار نوع الاساس المناسب للمنشأ. تمام، لان تقرير جسات ما بيحددش، لان الاحمال اللي في المبنى هي اللي بتتحكم. طيب، يبقى ده اثناء الدور. طب انا هطبق الكلام ده على ايه؟ انا هحتاج، يبقى احنا كده تقريبا هنشرح كام مشروع؟ 8 مشاريع. 8 مشاريع. تمام، كل مشروع بالاساسات بتاعته. اولا قواعد منفصله، ثانيا قواعد منفصله ومشتركه وشداد. طبعا المشتركه باشكالها سواء قاعده مستطيله او قاعده ترابيزويدال شبه منحرف. تمام، وحالات استخدامها وطريقه تصميمها. تمام، بعد كده قلنا اللي هي الستريب اللي هي القاعده الشريطيه. تمام، بعد كده الستريب وسبيم اللي هي الشريطيه الكمريه. بعد كده الرافت اللي هي اللبشه. بعد كده الرافت وسبيم.
بعد كده ده كده جزء الاساسات السطحيه، 6 مشاريع. بعد كده مشروع بايل كاب، هامات خوازيق اللي هي قواعد منفصله ومشتركه وشريطيه وشداد. بعد كده الرافت اوفر بايل لبش على خوازيق. البرامج اللي هنطبق عليها عشان نعمل حساباتنا، هطبق على برنامج السيف، هنحل الاساسات بتاعتنا على برنامج السيف واكسل ومانوال. يبقى احنا عندنا جزء مانوال نعرف الفكره بتاعتنا اللي نراجعها سريعا، وعندنا شيتات اكسل بتساعدنا في التصميم، وعندنا كذلك البرنامج السيف، برنامج سهل جدا هنطبق عليه. يبقى دي البرامج المستخدمه. المنتج بتاعنا او الناتج بتاعنا بيطلع لوحات، احنا اللي بينزل منها في الموقع لوحات من خلال برنامج الاوتوكاد. يعني كل مشروع هنرسم له ال... الناتج النهائي على الاوتوكاد. يعني هنطلع اللوحه بتاعت النهائيه على الاوتوكاد. تمام كده. كل شغلها يبقى على الاوتوكاد، لحد ما نخلص المشروع ونسلمه اوتوكاد في النهايه. يبقى احنا ده تطبيق. يعني البرامج ايه، انا مش مطالب بشرحها، انا اطبق على المشروع مباشره، هشتغل قدامك واحل سواء على برنامج السيف او اكسل او الاوتوكاد، وهرسم قدامك على البرنامج. يبقى ده الناتج النهائي بتاعي. ده كده المحتوى بشكل سريع. يبقى تلخيص اللي انا قلته، ان احنا اول جزئيه او اول محاضره هنعرض تقرير جسات، ونشوف التقرير الجسات لما يجي ازاي اقراه واطلع عليه اللي انا عايزه منه، اللي انا محتاجه ليه منه، ونوع المشروع ايه. طيب او نوع الاساسات ايه. رقم 2 هنجيب مشروع محسوب الاحمال بتاعته، كاني دخلته على برنامج سيف وعندي الاحمال، ونبتدي ندخل على خطوه الاساسات مباشره ونصمم الاساسات بتاعته. هنعمل كم مشروع؟ 8 مشاريع. تمام. هنطلع لوحه كامله بالتفاصيل بتاعتها. تمام. هي اهم خطوه عندي اللي هي اللي اوت. اللي اوت في اي مشروع عشان اصممه، اللي عايز اللي اوت بتاعه اللي هو نوع المساله ايه، نوع المشروع ايه، اللي هي نوع الاساسات. تمام. يبقى احنا نعمل لي اوت، بعد كده ندخل على برنامج السيف او اكسل او المانوال ونحل ونطلع التسليح بالابعاد. بعد كده ناخد كل النواتج بتاعتنا وشغلنا على برنامج الاوتوكاد، ونطلع اللوحات بتفاصيلها، بجداول النمذجه، بالملاحظات بتاعت اللوحه، وكذلك النوتة الحسابيه بتاعت شغلنا. يبقى انا عايز جزئيتين، اي مشروع لما بشتغله بطلع نوتة حسابيه للمشروع، تمام، على برنامج الوورد. تمام. وباختصار محتوى الدوره. الدورة غالبا هتتراوح من 25 ل 30 ساعة على حسب ما رتبها مع التيم. المحاضرة تبقى ساعتين أو 3 إن شاء الله. لو حد عنده استفسار أو سؤال أنا معاك. نعم. مهندس علاء هو معانا. حضرتك ممكن تكمل يا مهندس محمد؟ الناس لسه بتدخل والشباب قافلين المايك على اساس ان حضرتك تاخد راحتك في الكلام يعني. وأنا بالنسبة لي عرفت المحتوى، يعني أنا كده خلصت. هل فالناس اللي لسه المحاضرة بس عرض محتوى ولا حضرتك هتتكلم في تفاصيل؟ النهارده عرض محتوى بس، وهنفهم التفاصيل كامله مع بعض لحد تسجيل الناس مع التيم مثلا، وبعد كده ايه هنعرف اول ميعاد ونبدا. بس النهارده محاضره عرض محتوى على الناس، بحيث الناس لو عايز تسجل هيبقى عارف هو هيستفاد ايه من الدوره. تمام. وفي الاخر هيطلع من الدوره بايه. تمام. إيه لو حد مثلا لسه داخل قاعد سريع مفيش مشكله. لسه الناس بتدخل بالفعل. مفيش مشكله. أنا لما الناس تدخل بس كده افتح حاجه كده. اعمل اهو.
ممكن اكمل. طبعا المحاضره بتاعتك انت حر فيها. تمام. دي لوحات اهيت للمشاريع بتاعتنا. ده مشروع مثلا كان طالع الناتج بتاعه كل ايه قواعد منفصله. المشروع بتاعنا كان على قواعد يعني احنا هنطلع في النهايه بلوحه زي دي. ممكن يديني دقيقه بس يا باشمهندس، اقفل بس النت وافتح عشان الاوتوكاد كده مش شغال. في مشكله بس. هطلع وادخل تاني سريع. تمام. السلام عليكم يا شباب، معذره. لسه سامعاني؟ جميلك يا دكتور، اتفضل. تمام. الناس اللي لو حد داخل متاخر، احنا قلنا هندسه هنعمل ايه؟ المشروع بتاعنا زي ما قلنا على اساسات مباني سكنيه. قلنا احد اشكال المشاريع بتاعنا احنا هنطلع في النهايه بلوحه زي دي كده. كاساسات هنطلع بلوحه زي دي كده. اللوحه زي ما انتم شايفين عباره عن قواعد ايه منفصله. كل اللي هي قواعد منفصله هي قاعده بعمود بالسملات بتاعتها، بتصميم كامل، بملاحظات اللي اللوحه. تمام. بتفاصيل، بجدول النمذجه سواء للسملات او جدول النمذجه سواء ايه قواعد او شدادات. يبقى كل تفصيله من ديت هنعرفها. تمام. لان في النهايه سواء الحسابات او الكتابه او البرامج كلها بتتلخص في لوحه زي دي كده. يبقى عندك محتويات اللوحه، محتويات اي لوحه اساسات. بيكون المشروع زي ما انتم شايفين مرسوم كده. ده المشروع بتاعك. إيه اللي بيختلف من مشروع للتاني؟ نوع الاساس. والله هل المشروع ده اساسات ايه سطحيه ولا اساسات عميقه؟ تمام. طيب ده مثلا كان على اساسات سطحيه. السياسات السطحيه بتحتوي على ايه؟ اللوحه بالاضافه الى جدول نمذجه او جدول تسليح القواعد بالشكل ده كده. وكذلك لو في مثلا قواعد مشتركه بتحتاج جدول تاني بتفاصيل زياده. عندي كذلك اللي هو السيميلات لها جدول بالملاحظات اللي موجوده. بالاضافه لو في تفاصيل معينه موجوده معانا للتنفيذ، ده لو ما فيش شوب درونج اصلا للاساسات. إيه، والملاحظات اللي هي الكتابه، اي حاجه اللي ما بقدرش ارسمها بكتبها. الملاحظات اللي مش مرسومه ايه بتتكتب بره. بالاضافه يبقى ده كل محتوى مين اللغه. طيب ده نوع او احد انواع المشاريع اللي هنشرحها ان شاء الله. في نوع تاني ان المبنى بتاعي يكون على مثلا يكون في جيران. تمام. زي ده مثلا كده. هنا مثلا كان في جار من الناحيه اللي فوق ده كده، فهتلاقي عندي في حاجه اسمها ايه شداد. تمام. يبقى نشرح فكره وجود جار. لو جار واحد هيعمل هنصمم ازاي. تمام. إيه لو في مثلا جارين عامدين على بعض هنحلها ازاي؟ بيبقى في مشكله في العمود الكورنر. تمام. يبقى ده فكره تانيه يعني الموضوع بيبقى سهل، هو نفس المشروع متكرر بس اختلاف بس وجود جار او اتنين، ونشوف تاثير ازاي وازاي نحل المشكله بتاعته كاساسات سطحيه او اساسات عميقه. تمام. كذلك ممكن المشروع يكون على بعضه على قواعد شريطيه سواء في اكس او في واي او في اكس وواي. تمام. يبقى هي نفس ليه قصه، هي لوحه كامله بالملاحظات بجداول النمذجه. تمام. ده بالنسبه للاساسات الايه السطحيه. ممكن المشروع يكون على لبش على خوازيق زي الشكل ده كده. بيكون عندي اداه لبشه واحده اهيت على خوازيق اللي هي البايل. تمام. ودي اسمها رافت اوفر بايل. يا تمام. طبعا بكون محتاج مين؟ بحتاج اللي اوت اللي هو الخوازيق الرصه بتاعتها. تمام. بالاحداثيات بتاعت الخوازيق، كل خازوق على بعد كام. تمام.
لوحه تسليح، يبقى انا عايز لوحه لي اوت فيها الاحداثيات، ولوحه تانية فيها تفاصيل التسليح، تمام، بالشوب درونج بتاعها كامل. يبقى لازم نرسم الشوب درونج بتاع ليه اللوحه ازاي. تمام. في نوع تاني اللي هو مين؟ رافتو، اللي هو البايل كاب، بالشكل اللي قدامنا ده كده. تمام. شكل اللوحه في النهايه الدنيا بتكون منظمه بعد ما اخلص، طبعا كل تفصيله من هنا بنتكلم فيها لحد ما نوصل للشكل النهائي بتاعنا اللي هي البايل كاب. زي ما انت شايف، في قاعده ثلاثيه، في قاعده باربع خوازيق، في قاعده خماسيه. تمام. في قاعده ثلاثيه باشكال مختلفه. المشروع ده كله ما كانش فيه جرام، فده اسمه بايل كاب. فده مشروع عندي، بالاضافه لجدول النمذجه، جدول لتسليح الهامات اللي هي البايل كاب، وجدول تسليح الشدادات ده لو في جرام. يبقى نفس الكلام اللي موجود في الشالو فاونديشن هيدخل معانا تاني في الديب فاونديشن. نفس الكلام في الشالو هيتكرر تاني في الديب فاونديشن، اللي هو عندي هل في جار او جارين او ثلاثه، مفيش جيران خالص. يبقى هي فكره الديب فاونديشن هي الاساسات السطحيه بس بتتعاد تاني. الاساسات السطحيه بتكون متشاله على التربه، الاساسات العميقه بتكون على خوازيق اللي هي البايل. تمام. وتفاصيل اضافيه للبايل كاب الغير منتظمه. بالاضافه كمان هضيف لك مشروع تاني، قلنا في حاجه وسطيه ما بين القواعد المنفصله واللبش اللي هي الاسترب. ممكن يكون المشروع على مين؟ قواعد شريطيه زي ما انت شايف كده، ليه قاعده عليها كذا عمود. دي قواعد شريطيه في اتجاه واحد. ده مشروع كمان اضافي انا ما قلتوش في الاول في المحتوى كمان. يبقى ممكن مشروع يبقى قواعد منفصله، ممكن يكون قواعد شريطيه، بس هنا شريطيه مين؟ على بايل. تمام. يبقى عندي الديب فاونديشن ممكن تكون قواعد منفصله، ممكن تكون شريطيه، ممكن تكون لبشه. تمام. وممكن يكون في هنا في القواعد المنفصله ممكن يبقى في جار او اثنين او ثلاثه، وطبعا جار او اثنين وثلاثه موجود في القواعد المنفصله او الاستريب او الرافت. يعني انا كده كده المبنى حالته مش انا اللي بحكمها، المالك بيبعت لي المبنى بحالته. والله في جار او اثنين او ثلاثه، فنعرف نحل مشكله كل مبنى. تمام. يبقى دي اشكال اللوحات او الناتج بتاع الدوره النهائيه. تمام. يبقى انا عندي كذا خطوه الاساس بتاعي. يعني النوع ده ما بوصلوش بسهوله، انا بجرب في الاول وامسح لو في تداخل. طب ما نفعش قواعد منفصله، طب نقلبها كومبايند. طب ما نفعش كومبايند نقلبها ستريب. ما نفعش ستريب، لا نقلبها ايه؟ لبشه، وهكذا. يعني الموضوع مش اختيار نوع مساله مره واحده، الموضوع اللي اوت بياخد وقت، ونفهم ازاي نتحرك من مرحله للتانيه للتالته، والمفروض ابتدي ازاي. ما ادخلش مباشره واختار نوع، لان ممكن واحد يقرر يقول لك انا هعملها لبشه مباشره. طب اللبشه دي اصلا عباره عن قاعده واحده على مسطح المبنى كامل زي ما انت شايف كده، بخرسانه خرسانه كتير جدا، ولا تسليح علوي وسفلي. تمام. وتسليح في الاتجاهين. فقرار ان انا اتحول من بايل كاب قواعد منفصله للبشه، تمام، مش بسهوله كده. وممكن يكون محكوم عليا بالاول ان انا استخدم اللبشه. ازاي؟ ممكن يبقى عندي مضروب في ميه جوفيه منسوبه عالي، خلاص يبقى ده ايه؟ مش هينفع غير لبش، وهكذا. يبقى احنا هيكون عندنا محاضره منفصله بيتكلم عن اختيار نوع الاساس، لان كل حاجه لها ميزه وعيب. تمام. في عوامل بيئيه هتحكمني، تمام، وفي عوامل اقتصاديه هتحكمني، وفي مالك مع ايه في عنده ماديات هتحكمك. تمام. فاحنا بنحاول نحقق كل الشروط بقدر استطاعتنا في اختيار نوع الاساس. زي ما انت عارف، انت كمهندس وظيفتك انك تصمم المبنى سيف، يكون المبنى سيف وراك امن، وايكونومي اقتصاديه، ودي ترجع للضمير. الايكونومي ما حدش هيراجعك فيها، يعني المالك مش مهندس ان هو يقول لك انت ازاي مزود او مقلل، انت اللي عارف التصميم بتاعك. فاحنا الضمير بتاعنا بيرجع للي اتعلمناه في الكليه، ان احنا نتعامل مع المبنى ده كانه المبنى ده بتاعك، كانك انت المالك. تمام. فلازم تحط نفسك مكان المالك. تمام. وان انت بتدفع من جيبك، فهتختار الاساس المناسب بحيث ان تكلفته ما تكونش زياده. فعندي سيفتي وايكونومي، تمام، وسيرفيسابيلتي، ان المبنى ده مخدوميته مع الزمن يكون زي الفل، ما يجيش لحد فتره معينه يحصل مشكله، يحصل بعد فتره هبوط. احنا اصلا اخطر انواع العناصر الانشاء في التصميم هي الاساسات، لان الاساسات بعد ما نصممها بنردم عليها خلاص، ما بتتشافش تاني. لو حصل هبوط في المبنى او فرق هبوط، خلاص كده البرج كله المبنى كله باظ عليه كده. وطبعا معظم، مش معظم، تقريبا كل مشاكل اللي بتحصل في الطبيعه بيكون اساسات. عمرك ما لقيت مثلا في كاميرا انكسرت ولا حد، ولا في عمود انكسر. ده لو طالب في تانية مدني بيقدر يصمم الكلام ده بكل سهولة مع وجود معاملات الأمان.
تاني حاجه لو حاجه اتكسرت مثلا كاميرا او حصل مشكله في سقف بنقدر نرمم، لان احنا الكلام ده شايفينه. انما الاساسات فيها مشكله مش متشاف، والاساسات شايله المبنى كله. فاحنا عندنا كنا زمان في الكليه في تشيك مهم جدا اللي هو تشيك ستريس. ان انت اصلا الاساسات عباره عن جزئيتين، انت بتصمم على جزئيتين، ان الاستريس اللي واصل للتربه ما يزيدش عن قدره التحمل اللي هي البيرنج كاباسيتي، وان السيتلمنت يكون في حدود المسموح به. واحنا عندنا كمان مشكله تانيه حاجه اسمها الايه، الديفرنشال سيتلمنت، فرق الهبوط. فلازم نعمل التشيكات بتاعتنا. يعني احنا اللي اوت ده بنقعد فيه فتره، مش الديزاين نفسه والتسليح ده لا يمثل مشكله بالنسبه لنا. احنا ممكن ناخد فتره على ما نقرر رسمه الايه البايل دي. ان الموضوع بس مش اختيار اساسات، لا انا الاختيار بحيث يحقق لي ما يكونش في فرق هبوط، او لو في فرق هبوط يكون في حدود المسموح به. لان المبنى لو هبط كل 1 متر ما عنديش مشكله، انما عندي مشكله ان المبنى يجي يهبط من النقطه دي مثلا 90 سم، والنقطه ديت متر، فيحصل المبنى يحصل له دوران. تمام. فدي مشكله كبيره جدا. فالاساسات طبعا الشغل معاها لازم بدقه، ومش الموضوع اللي هو بالسهوله اللي مثلا زي ما انت تسمع فيديو على اليوتيوب يجيب لك ايه لبشه في 10 دقائق يشرحها لك، يلا ادي اللي هي رصين البايلز وطلعنا المومنت طلعنا التسليح. الجزء بتاع المومنت والتسليح ده جزء خرسانه. تمام. اي واحد دارس ماده خرسانه يقدر يصمم يطلع مومنت من ستراكشر ويطلع تسليح بمعادلات خرسانه من اي شيت اكسل. انما جزئيه الاساسات المهمه، او احنا بناخد دوره اساسات عشان الخطوه بتاعت اللي اوت اختيار نوع الاساس المناسب بحيث يحقق شرطين، ان الاسترس اللي واصل على التربه ما يزيدش عن قدره تحملها، وان السيتلمنت يكون في حدود المسموح به. ففي تشيكين مهمين جدا. بعد كده المرحله الثانيه بنبعت الملف زي ما هو كده، نصدر من الاوتوكاد لبرنامج السيف. تمام. المشروع زي ما هو، ونطلع المومنت في اتجاه اكس وواي، ونطلع التسليح. تمام. احنا كديزاين بيكون عندنا حاجتين اللي هي ابعاد وتسليح. كلمه ديزاين ابعاد وتسليح، فاي عنصر انشائي لما نيجي نصممه عايزين ابعاده وتسليحه. تمام. كده انا استعرضت ايه اشكال المشاريع، وزي ما قلت لك احنا هنطلع الناتج بتاعنا في لوحات زي ما انت شايف كده. تمام. وكذلك النوتة الحسابيه الحسابات بتاعتنا على الوورد. زي ما انتم شايفين ده دي احد المشاريع اللي انا بشتغلها في الدورات التصميم عندي. تمام. بيكون عندي في الاول المعماري، لوحات معماريه. تمام. بالقطاعات بتاعتي كاني هطلع رخصه بالظبط، بحولها للوحات انشائيه سواء سقف فلات او سقف سوليد سلاب. وده جزء السوبر ستراكشر اللي الدوره بتاعتنا مش منوطه بيه. تمام. بعد كده بطلع نوع الاساسات. هنا مثلا الاساسات بتاعتي كانت لبشه. تمام. فصممت الاساسات بتاعت المبنى ده كايه لبشه. التصميم زي ما قلنا بنطلع الابعاد، سمك اللبشه مثلا هي 60 سم، التسليح اللي هو الشبكه بالاضافي، فهنعرف ازاي نطلع لوحه زي دي. تمام. كذلك مثلا نوع الاساس هنا كان لوحه ايه، لوحه لبشه على خوازيق اللي هو البايل ايه، الرافت اوفر بايل. تمام. فدي احد اللوحات عندنا. تمام. كذلك مشروع زي ده كان الاساسات بتاعته هو نفس السوبر ستراكشر، المنشأ ما بيتغيرش. ليه؟ انا عندي قطعه ارض ابعادها مثلا 10 في 20 متر، في مالك هيجي يقول لك انا عندي الاساسات بتاعتي او المبنى بتاعي انا عايز اعمله دورين مثلا. فتقرير جساد بنعمله. تمام. بنبعت فني تقرير جساد بيعمل لي جس. تمام. ويجي مثلا يقول لي والله الاساسات كانت سطحيه، فبنصمم الاساسات بتاعه. يجي نفس المالك ممكن يقول المبنى 4 5 ادوار، فالاساسات تقلب مني نبش. يجي نفس المالك يقول انا عايز المبنى 10 ادوار، 12 دور، 20 دور، 100 دور، فنقلب ديب فاونديشن. تمام. فاذا نوع الاساس نفسه المتحكم فيه عدد الادوار اللي هي الاحمال وخصائص التربه نفسها. خصائص التربه دي من تقرير جسات، الاحمال طبقا للمالك. المالك هو اللي هيحدد نوع عدد الادوار، وبناء عليه بيبقى عندي المعماري مهندس معماري بيرسم اللوحات المعماريه. تمام. بعد كده بيبعتها للمهندس الانشائي بيحل منشأ السوبر ستراكشر اللي فوق اللي هو السقف بتاعي، سواء كان سوليد او فلات او هولو او وافل، اي نوع من انواع الاسقف اللي هي البلاطات، بالكمرات بقى بالاعمده بالسلالم، كل ده خاص بالسوبر ستراكشر اللي هو المنشأ اللي فوق الارض. بعد ما يخلص انا عايز ايه، لوحه واحده بس، لوحه اسمها لوحه الاحمال. اللوحه ديت انا بحتاجها منين، من السوبر ستراكشر. يعني الاحمال ديت اصلا احنا كنا في الكليه لما بناخدوا مساله اساسات كان بيدي لك حمل العمود بكام وابعاده بكام. فاحنا يلزمنا حاجتين من المنشا اللي فوق، اللي هو لوحه الاحمال، الاحمال ديت بكام، وابعاد الاعمده دي تبقى متصممه. فدي خطوه انا هستعرضها لك سريعا ازاي نجيبها، وبالتالي نجهز لوحه احمال في الاول، وبناء عليه بعد كده ندخل على مين،
نوع الاسات زي ما استعرضنا في الاول انواع الاسات المختلفه. كده انا تقريبا عرضت المحتوى كامل. لو حد عنده سؤال او استفسار انا معاك. طيب هي مدة الكورس ده ممكن تاخد وقت قد ايه يا باشمهندس؟ غالبا 30 ساعه ان شاء الله. 30 ساعة؟ غالبا 30 ساعه. وفي الاخر انا مش هلتزم قوي بعدد الساعات بقدر ان المحتوى هيخلص. يعني احنا بالظبط، مثلا انا ممكن كلمة. اثناء الشرح. اتفضل نعم. اتفضل اتفضل. يعني انا مثلا قلت لك انا هشرح اساسات كذا وكذا وكذا، مش هاجي بعد 30 ساعه اقول لك الكورس خلص. انا في محتوى تمام هيتشرح كامل. انا مقدر عدد الساعات غالبا يكون في حدود 30 ساعه. ممكن وانا بشرح تيجي تسالني سؤال فتلاقي الوقت معانا بيزيد مثلا في المحاضره. تمام. فده ممكن يقوم مطول معانا المحاضره شويه، او يسبب ان احنا نحتاج محاضره اثنين ثلاثه زياده. تمام. ففي الاخر لا، في محتوى هيتشرح ان شاء الله اللي احنا ايه اتفقنا عليه النهارده او اللي انا عرضته معاك. تمام. تمام. اتفضل يا سيدي. بالنسبه للمحاضرات ممكن المحاضره تبقى ساعتين او ثلاثه. دي هنرتبها مع التيم مع مهندس خالد. تمام. ممكن تبقى ساعتين او ثلاثه، يعني في الاخر ممكن اجمالي المحاضرات ممكن يبقى من 10 ل 15 محاضره. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا باشمهندس آه، عبد العزيز. اهلا بك يا باشمهندس. بس عندي استفسار بسيط، هل في جزء مانوال للكورس؟ في جزء مانوال. لازم جزء مانوال، ده لازم اصلا عشان اعرف اقنعك بالبرنامج. لان احنا بندخل بالبرنامج آلة زي الآلة الحاسبة اللي بتستخدمها على الموبايل. تمام. مم. ايوه. فلو انت اعتمدت على البرنامج بشكل اساسي هيحصل مشكله. لازم يكون عندنا خلفيه عن المانوال كويسه جدا، وادي لك مذكرات مانوال تذاكر منها كمان بعد كده. لان البرنامج انت ممكن معرض انك تسهى في ادخال احمال، ممكن تنسى حمل معين. تمام. فالمانوال براجعه معايا وبعرضه قدامك وانا شغال على البرنامج عشان اعرف اقارن. وده بصفه معايا عامه في اي تصميم اي عنصر. لازم يكون عندك خلفيه عن المانوال. تمام. عشان اعرف اقرر لا المانوال احنا عارفين كنا بنشتغل صح. لو طلعت مساله بالارقام بايديا وحلتها انا مقتنع ان حل صح الكلام اللي احنا درسناه في الكليه. تمام. فلازم نستعرض المانوال معانا. بس مش هنمسك مساله ونحلها بايدينا، لان فعليا انت لا عمرك هتستخدم المانوال بايدك، ولا في مكتب هيسمح لك انك تمسك لي ورقه وقلم بايدك وتكتب وتحل. المانوال بالنسبه لنا هو شيت اكسل. ان احنا عندي شيت بدل ما بكتب المساله بورقه وقلم بره الشيت، اصلا الاكسل اللي محطوط عليه المساله مجرد ان بدخل الرقم هو عليه الخطوات اللي احنا درسناها مانوال. بس بنعرض الفكره وبنذكرك بايام الكليه. والله احنا لما كنا بنصمم قاعده منفصله كان خطواتها 1 2 3، بجيب لك مساله شكلها محلول، واحنا كنا محتاجين بس نفتكر هو شكل العزم كان بيكون على القاعده ازاي، عشان لما نيجي نحط التسليه هو مكان التسليح الرئيسي فوق ولا تحت، طب ايه السبب. فالكليه هي المرجع لنا. الكليه استحاله تتلغى والمانوال استحاله يتلغى. تمام. تمام. فده لازم يكون معانا طول ما احنا شغالين. في حته احنا اصلا ما درسناش في الكليه. يعني احنا الرافت اوفر بايل ما بتدرسش في الجامعات، صعب. اللبشه كنا بندرسها اللي هي الرافت، كنا بندرسها على استحياء زي الفلات سلاب بالظبط. يعني الفلات سلاب والرافت لما كنا بندرسها في الكليه كان لها شروط. يقول لك لازم الاعمده على صف واحد، ولو في اختلاف في المسافات والمسافات متساويه، ولو في اختلاف المسافات ما تزيدش عن 20%، ولو في اختلاف في الاحمال ما يزيدش عن 20%. ده كله ليه؟ عشان يطلع حل الطالب صح. هل في الطبيعه هقدر اجيب مبنى الاعمده تكون على صف واحد؟ صعب جدا. ده انا لو كنت بقى هعملها ايه؟ لو دي مدرسه ماشي، إيه مستشفى ماشي، انما مبنى سكني مفيش انتظاميه. تمام. فيلا مفيش انتظاميه، انت بتلاقي المطبخ ابعاده غير الحمام غير الغرفه، فالاعمده ما بتكونش على صف واحد. فالشغل المانوال بتاع الكليه كلبشه غلط جمله وتفصيل. فالكليه كانت بيقول لك اللبشه عشان احلها في جزء مانوال، او في مسائل ينفع تحل مانوال، وفي ينفع برامج. البرامج تصلح لكل، ملهاش اشتراطات، انما المانوال كان اخره يحل لك مساله منتظمه اللي هي كانت الفلات سلاب واللبشه هي فلات سلاب بس مقلوبه. تمام. الرافت ما درسناهاش ليه برضه، ما هو هي انت لازم اشتراطات معينه ما بنحققهاش. فالكليه كانت بقدر المستطاع بتحاول تديك الفكره مش اكتر. في حاجات انت مجبر اصلا على المانوال. تمام. اللي هي اسف البرامج. تمام.
في حاجات اللي هي كانت مانوال قواعد منفصله. الوقت اللي كنا بنبذله في القعده المنفصله الواحده ككليه ونحلها ونشيك عليها نقعد فيها ساعه ونص ولا ساعتين، انا كان ممكن اخلص مشروع كامل على لبش. تمام. فان انا امسك المانوال كامل واحل بيه اكيد ده ايه مش مقبول، بس احنا لازم الفكره العامه نسترجعها، خطوات الحل ايه، شكل التسليح انا بنجيبه من الكليه من المانوال. تمام. فده هيكون مرفق معانا كاستعراض في الاول عشان لما نشتغل نقارن بالمانوال، لا ده فعلا احنا كلنا في الكليه بنعمل كده، فنطلع النتائج طبقا لمين، لازم تكون متوافقه مع اللي درسناه. طيب يا باشمهندس، بالنسبة للبرامج ايش البرامج اللي هنستخدمها؟ انا هحل على برنامج السيف. تمام. ويعني بص انت في برامج السيف والساب والإتاب، دول اسمهم 3 برامج تحليل انشائي من انتاج ايوه نفس الشركه اللي هي سي اس اي كولم، سي اس اي اسف، من انتاج صحيح. نفس ايوه. الشركه. تمام. ال3 برامج الشركه في الاول انتجت الساب، بعد كده هي حبت تطلع برنامج تاني وتبيع، طلعت السيف، بعد كده طلعت الإتاب. فاحنا اي برنامج منهم ينفع. تمام. فلو شرحنا مم. على الساب ماشي، شرحنا على السيف ماشي، شرحنا على ال3 برامج نفس الواجهه بنفس الاوامر. البرنامج الادق في اي اريا او اي مساحات اللي هي الاسقف والاسات هو السيف. تمام. انا هشرح على برنامج السيف. لو انت عارف سيف قبل كده يفضل، مش عارف برضو مش فارقه معايا بالنسبه لي، انا هستعرض قدامك واقول لك والله احنا بنعمل 1 2 3 على البرنامج، يعني اطبق قدامك على البرنامج مباشره وانا بحل. مش هدي لك مساله محلوله اقول لك والله ندخل على السيف وبشرح لك الخطوات، وده في الاخر بيبقى فيديو مسجل معاك. طيب بالاضافه تمام، شكرا. لاكسل، بالاضافه لاكسل، يعني اكسل مثلا بيكون عندي شتات اكسل قواعد منفصله، بايل كاب، المسائل الصغيره، ان انا مش مستاهل ان انا اروح احطها على البرنامج. والشيت الاكسل ده كانك بتحل مانوال بايدك، كاني ماسك ورقه وقلم بالارقام زي الكليه بالظبط. تمام مظبوط. شكرا باشمهندس. عفوا. هيبقى في جزء شوب درونج توزيع حديد يا باشمهندس. ده لازم. هيبقى إيه، تمام لكل القواعد انا قلت الرئيسيه. لحضرتك يعني ايه، انا كده كده وانا بشرح الحديد، يعني انا هنا دي اللبشه دي تسليحها كله 6 فاي 16. طب إيه اللي الراجل اللي هيشتغل التنفيذ هينفذ ازاي؟ هيقطع الحديد فين ويوصل فين؟ تمام فلازم اطلع لوحه، يبقى دي اسمها لوحه تصميميه بحت. اللوحه التصميميه بتشمل الشبكه والاضافه. طب الشبكه اللي هي 6 فاي 16 دي عايزه لوحه، الكلمه دي لوحدها دي عايزه لوحتين، لوحه للتسليح في اتجاه اكس علو وسفلي، ولوحه للتسليح في اتجاه واي علو وسفلي. تمام. لازم شوب درونج، لازم شوب درونج للوحات. تمام. فطبعا اللبشه لما اشرحها هي نفس اللبشه على خوازيق، الاضافه الفكره بس هنضيف ايه البايلز بس في اللوحه. فلازم الشوب درونج نضاف، لان كده يبقى احنا ايه ما عملناش حاجه، لان ملخص شغلنا او الناتج بتاع شغلنا احنا عايزين لوحه تنزل الموقع، لوحه قابله للتنفيذ. اللي عنده استفسار مع حضرتك. طيب باشمهندس، احنا هنشتغل على كل الانواع تبع الفوتنج، يعني سنجل فوتنج والكومبايند واللبشه وكل حاجه هنشتغل عليها. تمام. بص معايا كده، اللي مكتوب قدامك ده جميع انواع الاساسات اللي تتخيلها. في عندي حاجه اسمها السنجل فوتنج اللي هي الايزوليتد. تمام. وعندي حاجه اسمها مين كومبايند فوتنج، وعندي مين الاستريب، وعندي الاستراب. دولت كلهم لازم يتربط بحاجه اسمها سيميلات وميد. تمام. يبقى السيميلات والميد ده عنصر اضافي موجود معاهم، دي كلها اسمها اساسات سطحيه. بعدها في حاجه اسمها الرفت اللي هي اللبش، وعندي رفت وسبيم لبشه كماريه، وعندي ستريب وسبيم. كل اللي انا اتكلمت فيه ده اسمه اساسات سطحيه شالو فاونديشن. الديب فاونديشن اللي هي الرفت اوفر بايل والبايل كاب. تمام. فاحنا كنا بندرس في الكليه ايه، كل مساله لوحدها كنا بندرس مساله قاعده منفصله ومساله قاعده مشتركه وشريطيه. طب مساله جار ده كله بيبقى المشروع الواحد يعتمد على جميع انواع الاساسات. فاحنا هنجيب في الاول مشروع سلس خالص فيه ايزوليتد بس، بحيث نعرف ازاي نعمل لي اوت بالسيميلات بالمية. بعد كده نفس المشروع هنغير بس اللي اوت بتاعه ازاي، هنضيف جار، يبقى في جار من ناحيه واحده. بعد كده نروح نضيف كمان جار، جارين، يبقى كده ايه في جارين عمودين على بعض، ونشوف تاثيره والحل بتاعه. بعد كده نفس المنشا ده نغير الاساسات بتاعته تبقى ايه كلها اساس شريطي. وده نوع
نادرا ما بتلاقي بنشوفه. يعني ايه ان احنا نعمل منشأ ده نوع وسطي؟ دايما الناس بعد القواعد المنفصله يقول لك اللي بقى لبشه. يعني اللبشه بتستخدم في حاله وجود تداخلات كتيره في المبنى او القواعد قريبه من بعضها. لا، ده في نوع وسطي ما بين اللبشه والقواعد المنفصله، اللي هو زي ليه الاستراب اللي انا قلت عليها ديت من شويه دي كده. يعني انا هنا مثلا كنت عايز بس ايه استعرض حاجه كده. بس اللي هو ده كده، ده كده مين؟ ده قواعد شريطيه. فالقواعد الشريطيه ديت نوع وسطي ما بين القواعد المنفصله واللبشه. فالمسافات الفاضيه دي كده دي ما فيهاش خرسانه. لو واحد مش واخد باله ان انا ممكن اعمل المبنى على قواعد شريطيه زي ديت، هيقوم قالب دي كلها لبشه بقت كلها خرسانه. طبعا طبقه خرسانه علو وفيها حديد علو وسفلي في الاتجاهين ما يقلش عن المينيمم. يعني انت بتتكلم في تكلفه كبيره جدا. كان في المقابل بدل ما اروح اعملها لبشه مباشره، لا ده كان ممكن اوفر مين؟ اوفر خرسانه. وطبعا توفر خرسانه يعني هتوفر حديد معاك. تمام كده؟ يبقى ده كده ايه؟ إيه، المشروع الواحد بيعتمد على مجموعه ايه؟ مسائل من اللي كنا بندرسها في الكليه. تمام؟ شكرا. عفوا. زين أستاذ، العفو، عندي سؤال. اتفضل. والسؤال مالي يعذرني، يعني عندي معلومات قليلة على الموضوع اللي أنت تشرحه. هل الأساسات تتبع كود معين؟ آه الاساسات إيه؟ في كود. الاساسات فيها جزئين. م. الاساسات احنا في مصر عندنا 10 اكواد للاساسات. 10 اكواد. الاساسات السطحيه لها كود، والاساسات العميقه لها كود، والميول لو في ميول لها كود، الاساسات اللي على صخر لها كود. تمام. الاختبارات لها كود. دي كلها اسمها ايه؟ دي كلها اكواد اساسات. الخرسانه نفسها تحتوي على جزء من الاساسات. الاساسات دي اصلا عباره عن خرسانه مسلحه رينفورسد كونكريت. فالجزء اللي هو الخرساني بالتسليح موجود في كود الخرسانه. رسم شكل القواعد بتسليحها موجود في اكواد الخرسانه. يعني احنا عندنا في كود الخرسانه موجود كود اسمه كود التفاصيل. فتفاصيل الحديد نفسها والرسمه اللي اوت بتاعها موجوده في كود الخرسانه مش اساسات، لان الجزء ده خرساني اصلا. الاساسات عباره عن جزئين، جزء الخرسانه وجزء اساسات. الجزء اللي يخص الاساسات اللي هو التربه اللي شايله الاساسات بتاعته، فلها ايه؟ الاكواد بتاعتها. العفو أستاذ، المقصد تمام. يعني الشرط راح يكون على أي كود بالنسبة للخرسانة والحديد؟ الكود الأمريكي ولا الكود المصري؟ الكود الامريكي او الكود المصري. احنا اصلا كنا هنستخدم البرنامج اصلا كود امريكي. احنا البرنامج اللي احنا بنستخدمه اللي هو السيف مش مدرك فيه لا الكود السعودي ولا المصري. تمام. البرنامج فيه حاجتين: في سترينج اكشن ان انا اطلع مومنت وشير ونورمال، وفي ديزاين. انا مش هخلي البرنامج يصمم اصلا. تمام. فانا هعرف ازاي اصمم على البرنامج بان احنا بنفرض شبكه حديد. في ناس بتخلي البرنامج يعمل ديزاين. تمام. فالبرنامج فيه اكواد مختلفه اللي هو الكود الامريكي، فممكن يشتغل بالكود الامريكي. بس انا اصلا مش هخلي البرنامج هو اللي يصمم. ليه؟ هل انت ملم بتفاصيل البرنامج او انت اللي عامل البرنامج؟ للاسف لا. فممكن يبقى انت عندك جهل بمعلومه معينه جوه البرنامج نفسه، وانت قاعد معتمد بقى ان انت فاهم البرنامج وزي الفل، وخلي البرنامج ايه يطلع التسليح لوحده. تمام. فديت انا مش بشتغلها اصلا. انا بخلي البرنامج بكتفي بخطوه واحده منه، ان البرنامج يطلع لي سترينج اكشن اللي هو الرياكشنات او المومنت والشير والنورمال والديفليكشن او الديسبيسمنت او السيتلمنت، وانا اللي بفرض عليه شبكه حديد وبطلع التسليح بتاعه. تمام. الفرق بين الكود المصري او الكود السعودي او الكود الامريكي في معادله واحده. في معادله واحده، والمعادله هي نفس المعادله مع اختلاف معاملات امان. تمام. فممكن نستعرض مع بعض. لو في ناس مصري وسعودي هجيب المعادله دي والمعادله دي قدامي، وانا في الاخر لا ما بحلش مانوال، انا بستخدم البرنامج. تمام. فبنفرض شبكه حديد وبندخل على البرنامج ونتاكد منها بس وخلاص. فالموضوع اللي احنا كنا بندرسه زمان في الكليه، هل المعادله كود مصري ولا كود امريكي، خلاص ما عادش المانوال، فمش فارق معاه ده او ده. فممكن نبقى نعرض الفكره، والله احنا المعادله اللي بفرض بيها حديد على البرنامج الكود المصري كاتبه لي كذا، وهم طلع لك الكود الامريكي المعادله بتاعته. تمام. فاوريك الفرق بين الاثنين بس،
وتعرف انت لو استخدمت ده ايه اللي هيحصل، لو استخدمت ده ايه اللي هيحصل. تمام. حته مهمه جدا، احنا هنصمم الاساسات بطريقه الوركينج. فطريقه الوركينج اللي هو عباره عن الاحمال ديد لود ولايف لود. تمام. فخلاص ما بضربش في معاملات امان. الاختلاف بينه وبين الكود الامريكي او السعودي في معاملات الامان. لو انا هصمم بطريقه الالتيميت، لو انا هصمم بطريقه الالتيميت، فبيبقى في اختلاف بس في معاملات امان اللي هو ايه. والله انا عندي الالتيميت في مصر بقول له اضرب الديد لود في 1.4 واللايف لود في 1.6. إيه في السعوديه بيقول لك لا، اضرب الديد في كام؟ في 1.2 واللايف في 1.6. في امريكا الكود الامريكي بيقول لك لا، الديد لود اضربه في 1.2 واللايف اضربه في 1.7. فالاختلاف كله في مجرد بس معامل الامان مش اكتر. فبيكون اختلاف بسيط جدا. فنعرف نتغلب على الكلام ده اثناء الدوره. يعني الكلام ده مش يعني المسميات اللي هي الكبيره ديت لا تاثيرها ضعيف جدا معانا في الشغل. فنعرف الفرق عادي. لو حد عنده استفسار في حاجه زي دي نضيفها عادي، مفيش مشكله. استاذي، تمام يا المقصد من هندسه. السؤال مالي نحن بالعراق هنا نستخدم الكود الامريكي وطريقه الالتيميت. هل راح يتم جميل. شرح هذا الجزئين اللي حكينا عليه هسه؟ يعني كده. العفو. بالعراق نستخدم طريقه الالتيميت للديزاين، ونستخدم الكود الامريكي. تمام. فالمقصد الدوره راح تشمل هالامور اللي ذكرتها. تاني، احنا البرنامج اصلا ما عنديش اوبشن في ان انا استخدم كود مصري. تمام. انت بتقول في العراق بتستخدم الكود الامريكي في الديزاين، صح ولا غلط؟ صح. تمام. في الديزاين انا مم. قلت لك ايه من شويه، انا مش هستخدم البرنامج في الديزاين. البرنامج ليه وظيفه واحده اللي هي سترينج اكشن. البرنامج ماده استراكشر. الاستراكشر في امريكا زي في العراق زي مصر. التحليل الانشائي اللي هي كان ماده استراكشر في الكليه ماده ثابته ما بتتغيرش. انا بحط احمال على المساله بيطلع لي شكل المومنت والشير والنورم. فطريقه الحساب نفسها مفيش اختلاف. الديزاين نفسه مختلف. لا، الكود الامريكي فعلا غير المصري في معاملات الامان زي ما قلت لك. انا مش هستخدم البرنامج فين؟ في الديزاين. انا طالع سترينج اكشن. هقول لك الفرق بس في الديزاين. هدي لك شيت اكسل بالكود الامريكي وشيت اكسل بالكود المصري. تمام. تمام. فبالكود يوم طلع لي التسليح بالكود المصري طلع، هنكتشف في النهايه مفيش فرق. تمام. بس انت ممكن فعلا لا يبقى المطلوب منك يقول لك انا عايز ليه الشغل بالكود الامريكي. فلما تيجي نقطع او ناخد نوتة حسابيه، فالحسابات بتاعتك لازم يكون فيها مين؟ لا، الحسابات بطريقه الكود الامريكي. وممكن نبقى نضيف اثناء الدوره نقول للبرنامج انت البرنامج اللي يصمم. فكده كده انا مش هستخدم الكود الامريكي على البرنامج لان ايه مفيش اكواد ثانيه ايه قريبه مننا. تمام. فالبرنامج الاوبشن الوحيد المتاح لنا ان انا استخدم كود امريكي ده لو هخلي البرنامج اصلا يصمم. تمام. بس احنا غالبا زي ما قلت لك انا مقتنع على المستوى الشخصي من شغلي وخبراتي السابقه ان انا ايه لا خلي البرنامج كفايه انه يطلع لي ايه السترينج اكشن، وانا اصمم بالطريقه بتاعتي سواء كود امريكي او مصري بالمعادلات الخارجيه. وصلت ولا ايه؟ تمام تمام، عاشت ايدك، فهمت الفكره. تمام. اللي عنده سؤال يا شباب او استفسار. مهندس علاء معانا ولا ايه؟ معاك يا هندسه. انت راجل ذو خبره فممكن تسال بحيث تفتح للناس. لو في مثلا إيه حضرتك شايف حاجه تسالنا نجاوب عليها بحيث ايه ممكن نفتح الموضوع للناس شويه. لو في حاجه فيها لبس، لو في حاجه ما وضحتهاش مثلا. انا معاك من الاول، فانا شايف انت ما شاء الله فتحت الدنيا. يعني قلت لهم المحتوى كامل هيبقى فيه ايه، وهم الشباب معانا. لو في حد محتاج يسال عن حاجه، يستفسر عن حاجه، يعرف حاجه تتشرح او لا، يتفضل. ما احنا مع بعض اهو. تمام. زين، العفو استاذ، انا ما كنت حاضر من بدايه الزوم ميتينج. هل راح يتم تغطيه تصميم الفايلات؟ في اتنين اتكلموا مع بعض فما ما سمعتش السؤال. اتفضل تاني كده مهندس كرم. العفو، مقصدي هل راح يتم تغطيه تصميم الفايلز، الخوازيق؟ اه انت دخلت متاخر.
انا قلت في الاول هنشرح 8 مشاريع. يعني انت عندك مبنى هنعمل ليه 8 انواع اساسات. اول مشروع هيكون على قواعد منفصله، هنعمل تخطيط لللاي اوت بتاعه كقواعد منفصله. تاني مشروع هيشمل قواعد منفصله وكومبايند، قواعد مشتركه، وستريب او اسف استراب، قواعد دي شدادات اللي هي لو في جيران، وهنستعرض لو في جار واحد ولو في جارين عامودين على بعض. ده كده المشروع رقم 2 و3. بعد كده هنعمل ليه اوت لمشروع على ستريب بس، قواعد شريطيه سواء في اتجاه واحد او في اتجاهين. بعد كده هنستعرض مشروع على قواعد شريطيه كاميريه اللي هي ستريب وسبين. ده نوع ممكن ايه الناس ما عندهاش معلومه فيه قوي. بعد كده عندي مشروع على رفت. هنخطط المشروع يكون على ايه؟ رفت. تمام، اللي هي لبشه. بعد كده مشروع على رفت وسبين لبشه كاميريه. تمام. طبعا بنستعرض الاي اوت والتصميم بالتسليح النهائي. طبعا احنا ما بنستعرضش مسائل منفصله، لان بعد كده زي ما قلت لك ما حدش بيجي يقول لك نوع المساله ايه. تقرير الجسات والسيل بروفايل بيقول بصفه عامه كلام عايم كده. يتم استخدام اساسات سطحيه، قواعد منفصله او مشتركه او شريطيه او لبشه، ويسيبك كمهندس يقول لك او حسب التصميم الانشائي. فبيسيب اختيار نوع الاساس لسيادتك، انت اللي بتختار نوع الاساس المناسب للمبنى. تمام. فاحنا دلوقتي هنختار انهي نوع؟ لا، يبقى ده طبقا للاوت اللي احنا هنقوله. يبقى انا هعلمك ازاي تحل كل نوع لوحده، ومن الاول تختار النوع ده ليه، انت ليه اخترت النوع ده. تمام. فده جزء الاساسات اللي هي السطحيه. هنعيد نفس الكلام تاني كاساسات عميقه. الفرق ما بين الاساسات السطحيه ان الكلام ده كان على تربه على سويل، النوع الثاني على بايل على خوازيق. هنستعرض اللي هي الرافت اوفر بايل والبايل كاب اللي هي قواعد منفصله على الخوازيق او الهامات الخوازيق. كلمه هامات خوازيق تشمل قواعد منفصله او قواعد مشتركه كومباين او ستريب او ستراب. واضح ده يا باشمهندس كرم؟ تمام وصل أستاذ على شديدة. الناس اللي موجوده بقى عندها معلومات عن البرامج اللي هو الاوتوكاد والسيف والاكسل. اعتقد ان معظم المهندسين هيبقى عندهم معلومات كافيه عن الاكسل والاوتوكاد على الاقل خالص يعني. طيب الناس اللي موجوده اصلا كلهم خريجين ولا في طلبه؟ لا كلهم اعتقد خريجين. لا تمام. لا كله خريج. وحتى لو ما فيش معلومه في السيف عادي، الاوتوكاد كده 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 تحتاج. يعني البرامج بصفه عامه دي ادوات كده كده لازم تتعلمها، مش عشان الاساسات بس، عشان التصميم بصفه عامه. سواء تشتغل مكتب فني، هتشتغل ديزاين، هتشتغل تبع مهندس تنفيذ، انت كده كده دي ادوات لازم تكون في ايدك، لازم تكون متعلمها. سواء برنامج رسم وبرنامج تحليل انشائي. كمهندس انت محتاج برنامج رسم كاداه رسم تطلع بيها المنتج بتاعك، اللوحات، وبرنامج تحليل انشائي اللي هو البرامج المختلفه، بالاضافه للسوفت سكيلز اللي هي المهارات بتاعتك اللي هو زي الوورد، تكتب على الوورد، تحل باكسل، تستخدم اكسل. دي كلها ايه اكيد الناس ادرى مني بيها كمان، الناس اللي خريجين. طب ايه يا باشمهندس علي، هنتفق كده النهارده ولا ايه؟ خلاص تمام ماشي يا باشمهندس، واحنا كده كده الفيديو برضه مسجل، والناس تمام. هتتفرج هتشوفه تاني، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت على الجروب ونبقى نرد عليه برضه ان شاء الله. خلاص ماشي ان شاء الله ان شاء الله. اي اوامر يا ماشي. شباب. شكرا يا دكتور، ما تحرمش، تسلم. عفوا، الله يكرمك يا باشمهندس علي، الله يكرمك. على شديدة أستاذ، مو قصير. مع الف الله سلامه. يكرمك.